قريت ازاي براءة مبارك من قتل الثوار وإدانة مرسي بالتخابر وقتل الثوار والتحريض على قتل الثوار في الاتحادية؟ قريت المشهدين ازاي؟ وهل كان عندك معلومات او كنت عندك حدس او متأكد انه الصورة كده بالظبط؟ والله انا ما اعرفش المستشارين اللي قضوا في المحكمة بالحكم، لكن انا شايفه عمل تقديم يعني واسع جدا، شرح الموضوع بإسهاب جدا، ادى فرص. الحقيقه القاضي عمل حاجه برضو، قاضي التحقيق عمل او قاضي المحكمه عمل حاجه غير مسبوقه في انه عرض على التلفزيون الموضوع على الشعب المصري كله جلسه بجلسه. انا اظن ان عرض الموضوع على الجمهور جلسه بجلسه كده بقينا زي يعني كنا زي وسموه ايه في امريكا وبتاع، يعني الموضوع على المفتوح كان. اظن انه خلى الناس ما بقتش مستغربه الحكم، لان الموضوع كان معلن جدا جدا، على عكس اول مره اما قال 25 سنه عشان خاطر هو ايه ما اصدرش ما اطمنش الى ان ما فيش حاجه بتحصل. انا ما اعرفش الحقيقه. لا انا القصد ان انت كنت موجودا رئيسا للوزراء ووزيرا في الحكومه اللي كانت موجوده ابان 25 يناير. معلوماتك دي كانت تقول وانت قاعد مطمن كده ان القضاء النزيه المصري هيبرئ مبارك لانه لم يصدر امرا بقتل الثوار ولم يصدر امرا للعدل ولم يقتل الشرطه الثوار؟ هل كان عندك يقين بانه ده ما حصلش وبالتالي هيتحكم ببراءة مبارك؟ يقيني جاي ايه؟ من ضمن عناصر اللي ادت الى هذا اليقين لدي فيلم حضرتك جبته لنا وعرضناه في برنامج لينا هنا في الاول. الناس وهي الطياره جايبه صورهم وهم واقفين اللي هم بتوع موقعة الجمل بيقتلوا قائد منطقه المركزيه بيقول للعريان نزل نفسك كل صفوت حجازي والبلتاجي. يعني عايز اقول ايه؟ حسن الرويدي. انا كنت شايف كويس قوي لسبب انا حاولوا يزجوا باسمي في معركه الجمل، وهو ما فيش حاجه اسمها معركه جمل، ده هو جمل واحد وثمان حصانه. معركه الجمل بدات الساعه 12 بالليل، هذا خداع. اللي كان في النهار ده مش معركه الجمل، صحيح ده 8 عيال وقعوا في الارض في ثانيه. صحيح. المعركه الحقيقيه اللي عملوها هم بالليل. فلا انا عشان شفت عن قرب اللي بيقتلوا فعلا الناس في الميدان، فما كنتش مستغرب الحقيقه الحكم في الاخر.